السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم عن جديد بقناتي. بداية الفيديو حابة أذكركم تحطوا لي لايك على الفيديو، واللي مو مشترك عندي بالقناة يشترك. شنو لسه النوب؟ المهم هالشغلات هاي تسووا لي اياها. حابه اقول لكم النوب انه هاي المره العاشره اللي اسجل الصوت على الفيديو وارجع امسح على كثر ما بي ازعاجات، يا اما تعدي السياره يا اما يعدي موتور موتوسيكل، وتعرفون اصوات الموتوسيكلات هين عندنا بلبنان، او حدا من الجيران من الطابقة الثالثة الرابعة الخامس يصير يعيط لحدا بالشارع أو بالبناية الثانية. فهاي المرة العاشرة اللي أعيد تسجيل الصوت على الفيديو، فوالله العظيم إنه تعب وعذاب، بس لا مستحيل، يعني الإصرار يسوي كل شي. لازم اللي عنده حلم يعني يتعب، يعني هاي الفكرة اللي حابة أوصلها، إنه يتعب يعني ما بشي يجي بالأمر السهل. هنا بداية الفيديو مثل ما شفتوا من الصبح سويت نسكافيه وقعدت أشرب. قلت بأثناء ما أشرب النسكافيه عندي بقدونس، ربطتين بقدونس لازم أنقيهن حتى أغسلهن، لأنه اليوم راح أسوي بإذن الله يالنجي ورق عنب. هاي أول طبخة ورق عنب أسويها من الورق العنب اللي مونته معاكم بالصيفية. كنت مشتغلة شغل بيتي كلياته بالليل، من جلي من تنظيف من تمسيح من ترتيب كلياته. أنا خلصته بالليل لأنه أعرف إنه بكرة عندي طبخة بدها شغل كتير، مثل ورق العنب بده لف وشغل كتير، تجهيز الحشوة يعني تاخذ وقت كبير. فحبيت أخلص شغل بيتي كلياته بالليل حتى أتفرغ للطبخة بالنهار، لأنه عندي اللي عندها ولاد صغار زادين مثل حكايتي لازم تعرف تزبط وضعها شلون. فبلشت هين الصبح كان مالك وميلا لساتهم نايمين. زوجي فطرته وجهزت له الزوادة وراح على الشغل. شي نهار صار لي شهر أقولكم شي نهار راح أصور فيديو روتين الصباح وتجهيز الزوادة والفطور لزوجي الصبح. إن شاء الله بإذن الله تعالى بالفيديوهات الجاية راح أصور. نقيت البقدونس وحطيته ونقعته بمية حتى يتغسل. وهنا جبت غنينة ورق العنب، يعني خزنته من غير مية، فهيك بغنن الكولا. بس بصراحة أول مرة وآخر مرة راح أسويها، لأنه يعذب، يعني يتشعفل الورقة، تتشعفل هيك ما تظل على حالها، فيعذب كتير باللف. وهين أني لازم قبل ما أحط عليه المية المغلية لازم أرتبه وأصفته وأحط عليه المية حتى ما يعذبني وقت بدي ألفه. بس نسيت على السرعة هيك نسيت وحطيت المي. بعد ما حطيت المي تذكرت اني ما صفته، فتعذبت حيل وميل باللف، يعني اخذ مني وقت كبير. هين مثل ما شفتم حاطه البقدونس حتى ينقع، لانه مثل ما تعرفون النباتات الورقية مثل البقدونس تاخذ التراب كبير، يعني بس يزرعونها، فلازم ننقعها، لازم ننظفها اكثر من مرة مرتين حتى يروح التراب اللي بيها. وهين قليت المي وحطيتها فوق ورق العنب وجهزت الحشوة. على طاسة رز حطيت عليها دايما البهارات اللي احطها على اليالنجي، ثوم. بناس ما تحط الثوم والنعناع اليابس بقلب الحشوة، بس أنا لا، ما أستغني، مستحيل أستغني عن الثوم والنعناع اليابس بقلب الحشوة. كزبرة كمون بابريكا دبس فليفلة دبس بندورة، هاي الشغلات يعني. ولا مرة بصراحة جربت أحط دبس رمان، بس حابة أجرب بالأيام الجاية. راح أجرب بإذن الله. هنا الخضرة اللي أحطها بقلب الحشوة تبع اليالنجي بندورة بصل، ومثل ما قلت لكم ثوم وبقدونس. فقعدت قمت أفرم بيهن. هين لسه ولادي لساتهم نايمين بهالفترة هاي. روتين نومة ولادي حوالي 9:30 10 ينامون، ويفيقون حوالي 8 7:30 8:30 بهالوقت هذا يفيقون. فأني أفيق بكير إذا يكون عندي شغل بالبيت لازم أخلصه، أو يكون عندي طبخة بدها شغل مثل هيك، لازم قدر إمكاني الوقت هذا اللي يكونون بيه نايمين الصبح
لازم استغله بشي يعني حتى لما يفيقون ما اقضي وقتي كلياته اشتغل وهم لحالهم، او اتعذب كثير لما يكونون هم فايقين ويكون علي شغل لازم اشتغله، اتعذب كثير يعني ما يخلوني. اثنيناتهم صغار ما بي عندي حدا يسكتهم يلهيهم يلعبهم، بس اني وياهم بالبيت فدائما يلاحقوني واني اشتغل فاتعذب، فاخترت انه لازم بنومتهم بس يكونون نايمين لازم اشتغل. هنا جهزت الاغراض اللي عندي، هذا ورق العنب، هاي الحشوة صارت عندي بهالشكل هذا، وجهزت الطنجرة حطيت بسفلها. دائما احط بصل وبندورة وراح ابلش لف. هنا ميلة بسديسات هنا قاعد تلعب هنا بلعبات، فإذا سمعانين أصوات بسدي هذه ميلة طبعا. ومالك وأبو مالك نزلوا شوي على السوق. هسه أنا قاعدة أسجل صوت، وبعد ساعة ساعتين حسب ما يتمنتج الفيديو راح أنزله بإذن الله، حوالي 9:30 10 هيك، يعني بنفس الليلة اللي أنزل الفيديو قاعدة أمنتجه. فراح بلشت لف معاكم مثل ما انتم شايفين. فوالله تعذبت حيل حيل وما تعذبت باللف، يعني الورقة ما تكون على حالها، شايفين بدي افتحها بدي اشوف اللي ظابطة واللي ما ظابطة هيك، فلازم اني اسهل لي لازم انه بصفتهن قبل ما احط عليهن المي حتى يظلن على صفتهن وما اتعذب. اللي لسه ما حط لي لايك على الفيديو حط لي لايك، لانه عن جد عن جد يعني التصوير مو من الامر الهين، وحيل اني ساكنة بمنطقة شوي شعبية مو شوي كثير، فيعني كثير قاعد اعاني بالتصوير بالمونتاج بكل شي. فحطوا لي لايك على الفيديو، وعسى ولعل اني تكبر قناتي، عسى ولعل اني استفيد حتى اتشجع اني اصور فيديوهات وامنتجها وانزل. شو يا ماما تسولفين معي على الفيديو؟ سولفي قولي باب باب باب. ميلا كل شي عندها لحد الان اسمه باب باب باب، بالمناسبات تقول ما. شو يا ماما؟ شو سولفي معايا، سولفي. ها شو ماما؟ يا شوفي هنا شنو يعني هنا؟ شايفة ماما قاعدة تسوي ورق عنب، هنا كنتي نايمة واني كنت الف بورق العنب، لازم اخلص لف قبل ما تقعدين، لانه اذا قعدتي وانا قاعدة الف ورق عنب مصيبة. حابة اقولكم بهالفترة ميلا حيل تعذبني، حيل صايرة تعذبني، ما اعرف اسنانها قاعد يطلعون، فكل فترة هيك كل 10 ايام صاير تصير معاها حرارة عالية حيل حيل وميل، تظل 4 5 ايام حرارة، يعني ما تروح الا اذا احط لها بنادول، اعطيها بنادول، احط لها على اسنانها جيل. فحيل مالك ما كان يتعذب بهالامر هذا باسنانه، ما احس انه ما تعذب، ما صار مثل ميلا. يعني ميلا حيل قاعد تتعذب وتعذبني معاها. البارح يعني ما خلتني انام بالليل، يعني شي 5 6 مرات قعدت وقعدتني معاها، كانت عندها حرارة وألم بسنانها. هين خلصنا لف ورق العنب، وهاي النتيجة جهزت معايا، وهاي النتيجة جهزت معاي مستعجلة حابة أخلص تسجيل صوت على قبل ما يرجع مالك يسوي لي أصوات ثانية غير أصوات ميلا. هذا فيديو اليوم، وأتمنى ما تنسوني من اللايك، واللي مو مشترك اشترك عندي بالقناة، النتيجة طلعت روعة غير شكل. وهذا فيديو اليوم، أشوفكم فيديو جديد، في أمان الله.